السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. يلا بينا قبل اي حاجة نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تشفع لنا يوم تبعث الروح اليك يا ارحم الراحمين. احنا معانا هنا، اللهم صل على النبي، ميزانية 800 جنيه، 800 جنيه للفراخ. جبنا ايه بال 800 جنيه دي؟ جبنا زي ما احنا شايفين كده، اللهم بارك، جبنا 6 كيلو وراك، وجبنا 2 كيلو صفحة ورك اهي. ما شاء الله الحاجة دي يا جماعة اتغسلت وبقت زي الفل اهي زي ما احنا شايفين. تمام. صفحة الورك دي بتبقى جميلة جدا جدا جدا، وبتبقى حلوة للأطفال قوي قوي قوي، وفيها لحم كتير. تمام. جبنا هنا كمان كيلو من الأجنحة. الأجنحة برضه هي اتغسلت، وشلت الحتة اللي هي بتبقى في الجناح دي، بتبقى ملهاش لازمة وبتتزفر الأجنحة. تمام. الأجنحة ما شاء الله مليانة، وبيبقى فيها الدبوسة اللي هي بتبقى في الجناح نفسه. ماشي. هنيجي هنا دلوقتي هوريكم احنا هنوفر ازاي وهنمشي الدنيا بتاعتنا ازاي. مبدئيا كده احنا هنكيس الحاجة دي. احنا عددنا 4 افراد. تمام. انا دلوقتي هاخد صفحتين من الورك، وهاخد في كل كيس وركين وصفحتين. تمام. بس قبل ما نكيس الحاجة انا هوريكم انا هعمل ايه في الورك. زي ما احنا شايفين كده الورك بتاعنا هو ما شاء الله حجمه وسط، يعني حجمه كويس قوي، مشبع جدا. تمام. القطعة اللي هي بتبقى قدام دي، اللي هي بتبقى ماسكة في العظمة بتاعة الصفحة بتاعة الورك دي، انا هخليها منه. يعني دي انا هشيلها من الورك. تمام. هقول لكم هشيلها وهعمل فيها ايه. تمام. زي ما احنا شايفين، نسيت اقول لكم ان ال 800 جنيه يا حبايبي جبنا بيهم كمان كيلو بانيه. زي ما احنا شايفين اهو، جبنا كيلو بانيه. كان سعر كيلو البانيه 160 جنيه. تمام. زي ما احنا شايفين كده الوراك اهي. احنا اهي خلعت الحته اللي قلت لكم عليها. معلش انا ما وريتكوش وانا بشيلها ازاي، عشان خاطر كنت بصور الفيديو بايد وماسكه بايد. اهو زي ما احنا شايفين اهي القطعه اهي بتبقى ما شاء الله مليانه لحم. ما بتبقاش ان هي صغيره او ان هي فاضيه او اي حاجه من الحاجات دي. لا ما شاء الله هي بتبقى مليانه لحم. تمام. دي انا بكيسها ازاي؟ باخد في كل كيس نص كمية الأجنحة مع نص الكمية بتاع اللي أنا شلتها من الورك دي بكيسهم مع بعض. ما شاء الله هيعملوا لي كيسين. تمام. وادي الوراك اهي. هحط في كل كيس وركين وصفحتين، عشان احنا عددنا اللهم بارك 4 افراد. تمام. اهو الصفحة اهي بتبقى ما شاء الله بتبقى جميلة جدا جدا جدا، وهتوفر معاكي كتير قوي قوي قوي. تمام. البانيه اهو بعد ما قطعناه ستريبس، مسكت الحتة وقطعت القطعة 2، لان ما شاء الله يعني هي حلوة. تمام. اهم حاجة البانيه قبل ما نيجي نقطعه بننقعه في ليمون وكمون. الليمون والكمون بيضيعوا ريحة اي زفارة. طبعا ده قبل ما احنا هنتبلها، لسه في تتبيلة تانية احنا هنعملها. تمام. بس ده كده عشان خاطر ما يتشال في الاكياس زي مادة حافظة كده بالظبط، بتحافظ عليه. وانا هوريكم دلوقتي التقطيعة عاملة ازاي. زي ما احنا شايفين اهو، بعد ما قطعت كيلو البانيه ما شاء الله اللهم بارك، رمالي كمية حلوة قوي قوي قوي. اهي القطعة اهي برضو ما شاء الله مش وحشة. يعني ستريبس انت بتروحي تشتري كيلو الستريبس اصلا لوحده بتجيبيه 160 جنيه. طب ما احنا هنعمله في البيت اهو وبأقل حاجة. تمام. دلوقتي اهو ما شاء الله هيعمل لي في كل كيس 13 قطعة، و13 قطعة حلوة زي ما احنا شايفين اهي، مش صغيرة خالص خالص خالص. تمام. يعني ما شاء الله دول هيعملوا لي 3 اكياس بأمر الله زي ما احنا شايفين. ودلوقتي انا هوريكم الكمية اللي حصلت بقت قد ايه. زي ما احنا شايفين اهو ما شاء الله الحاجة اهي بعد ما اتكيست، اللهم بارك يا رب حافظ وسلم. تمام. الكمية اللي احنا عملناها اهي عملت معايا 9 اكياس من الوراك والأجنحة والحاجة القطعة اللي احنا قطعناها اهي، وعملت معانا 3 اكياس كريسبي او ستريبس. تمام. الكمية دي هتكفيكي 13 يوم بأمر الله. ان شاء الله هتكفيكي 13 يوم وبأمر الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكون الكمية كويسة ووفرت معاكي. ويلا نصلي على النبي وندعي الموتانا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله.